بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم علاء سعيد. امبارح كنت نزلت بوست ان انا اشرح ازاي ان انت تنسخ الفيديو الريل من اي صفحة. طبعا احنا اولا انا هنشرح مثلا على فيديو من هنا، وليكن مثلا الفيديو ده. طبعا انت تقدر ان انت تنزل اي فيديو من الموقع بتاعة التنزيل، الموضوع بسيط يعني. اللي هي لو كتبت في جوجل مثلا داونلود فيديو فيسبوك فتقدر انت تنزله يعني، فده مش هنشرحه دلوقتي. المهم احنا عندنا مثلا فيديو زي ده نتفرج عليه وبعد كده نشوف احنا ازاي هننسخه. طيب يا عريس، ايه احساسك النهارده بعد ما اتجوزتها اخيرا؟ والله ندمان اخر ندم وحاسس اني استعجلت شوية. الفرح مليان ابطال زي ما انت شايف، وانا شكلي لبست في الديناصور اللي جنبي. طبعا فيديو كوميدي وجميل وحاجة زي الفل. طب عايزين ننسخه بقى، هنعمل ايه؟ اول حاجة هندخل على الموقع ده، طبعا هسيب لكم اللينك، ونضغط على كونتنت واب، وبعد كده نرفع له الفيديو اللي احنا لسه ايه اللي احنا عايزين ننسخه. بعد كده هنا بتقول له انا هشتغل على موديل ايه، فاحنا نختار صورة 2. وهنا هتقول له اللغة اللي موجودة جوه الفيديو ايه، فهي مش انجليزي، هي عربي مصري، Arabic Egyptian. وبعد كده تقول له لغة البرومبت اللي انت عايزه ايه، فاحنا طبعا هنختار عربي. عايز تخليها انت انجليزي، عايز تخليها هندي، اللي انت عايز تعمله اعمله. فطبعا نضغط هنا ونستنى لما يعمل لنا البرومبت او برومت بقى زي ما انتوا عايزين يعني، مش هتفرق الاسم. هو باذن الله مش هيتاخر. هو الموضوع كله عباره عن ان انت بتجيب له الفيديو وبعد كده هو يعمل لك برومبت يشرح فيه التفاصيل بتاعه الفيديو بالظبط. فانت لما تاخد ده كوبي وتروح تعملها على صورة 2 من المواقع المجانيه اللي احنا شرحنا اكتر من موقع، هتقدر ان انت تعمل فيديو زي دوت، وباذن الله تقدر تعمل حاجات احسن كمان. فاحنا مع بعض اهوت، بإذن الله يخلصوا بسرعة ونكمل. يلا يا نجم انجز. يلا يلا. تمام، هو كده خلص اهو قدامكم. هنا ده البرومبت، طبعا بيشرحوا لك ايه بالتفصيل. انت بقى عايز مثلا تزود يعني مثلا ايه، يجلسان على اريكة مش عارف ايه، والخلفية مش عارف ايه، تا وتمتد يد شخص بالغ، تقدم ميكروفون الذي ينظر بعيونه ويسأل المذيع مبروك يا عريس ايه احساسك، فيرد مش عارف ايه. تمام. انت تقدر تغير في السيناريو عادي براحتك يعني. فانت لو خدت ده كوبي ورحت لمثلا الله موقع جيميجين دوت، وجيت هنا حطيت له البرومبت هنا وقلت له صورة 2، طبعا هياخد معانا بتاع 5 دقايق ولا حاجة على ما يتعمل. فأنا أستأذنكم هوقف بس ثواني وعلى ما يخلص وبعد كده نرجع تاني مع بعض. طيب هو كده خلاص الفيديو اتعمل على صورة 2. طبعا ده البرومبت اللي احنا حطيناه وده الفيديو، نتفرج عليه سوا. يكون مبروك يا عريس، ايه احساسك؟ ندمان، والله ندمان اني استعجلت. هو بس انت يكون تلاقيه مبروك هنا يا مش مظبوط قوي، لان هنا 10 ثواني والفيديو الاصلي 15 ثانية. فانت ممكن تعمله على مايند فيديو عادي يعني، بيديك 6 فيديوهات يوميا او 3 حاجة كده ببلاش يعني. فدلوقتي احنا نرجع بقى للموقع ده. طبعا مش دي الميزة بس اللي احنا بنتكلم فيها، وهنا وصف لك، بس مش دي الميزة بس. احنا عندنا بص، لو بصيت على مور ايديا اللي جنبها دي، تخيل هو هنا بقى بيقول لك ايه التكملة بتاعت الفيديو ده. هو متخيل ايه اللي يحصل يعني، الحوار اللي حصل ما بين العريس والعروسة ده. فتخيل انت لو عملت الفيديو ده وبعدين عملت ده وده وده، او نقيت 3 4 مشاهد مع بعض ورحت عاملهم كذا فيديو وبعد كده جمعتهم فيديو واحد، فانت كده هتبقى عملت حاجة ما حدش عملها قبل كده. طبعا الموقع ده جميل جدا جدا وانا بنصح بيه يعني. بس كده الفيديو بتاعنا خلص. لو في اي استفسار بقى خلونا نتابع مع بعض في الكومنتات، وان شاء الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.